بعد رحيل علم من أعلام أمتنا الشيخ أحمد ياسين رحمة الله تعالى عليه. وقد تسمى المجاهد الذي استشهد أول أمس باسمه، تيمنا باسمه أحمد ياسين، اسم مركب على اسم الشيخ الذي نحترمه كلنا ونترحم على روحه، وكان محبوبا بيننا كلنا رحمة الله تعالى عليه وتقبله الله. هذا الإمام الشهيد القعيد الذي أحيا أمة شاءت إرادة الله وشاءت أقدار الله بعد 20 سنة من استشهاد الشيخ أن يخرج مجاهد يحمل اسمه فيثخن في عدو الله. فكان الشيخ في حياته لعنة عليهم وبعد مماته لعنة عليهم، وكان اسمه بعد 20 سنة لعنة عليهم أيضا، والحمد لله رب العالمين. أحمد ياسين الذي نفذ عملية أول أمس، وكلنا بعدما حصل في جنين قد بتنا في ليالينا في هم وغم لا يعلم بمداه إلا الله. فخرج مجاهد الخليل وخرج مجاهد أول أمس ليسلي عن قلوبنا بعضا مما فيها وليزيح بعض الألم الذي تألمناه على إخواننا في جنين وأهلنا الصابرين المحتسبين هناك. وإني أسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الجهاد ونعمة الرباط ونعمة الدم والشهادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه العمليات في منحن يتصاعد ويتصاعد حتى نلتقيكم وحتى نصف أقدامنا بجانب أقدامكم ونحن نصلي في الأقصى صلاة الفاتحين. والله اشتقنا لركوع في الأقصى، واشتقنا لسجود في الأقصى، واشتقنا لدعوات في الأقصى، واشتقنا لنسمع آيات الله تتلى في الأقصى، وإننا على موعد قريب. هذا وعد الله، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أسأل الله أن يثبتكم وأن يتقبل منكم رباطكم وصبركم